اسمعوا لأفضال الله ولتعلموا أن الله رحمته وسعت كل شيء. في الحديث أن لله ملائكة سواحة يجوبون حلق الذكر، وأكرمنا الله من كل مناطق العالم أن نذكر الله الآن، فيأتون ويتنادون هلموا إلى بغيتكم، فيرفعون الأسماء إلى الملأ الأعلى، إلى الملأ الأعلى، فيقول لهم الله سبحانه وتعالى كيف وجدتم عبادي؟ أسماءنا كلها نعرف بعضنا أو لا نعرف بعضنا، كلها ترفع إلى الملأ الأعلى وهو أعلم بحالنا من الملائكة، لكنه يريد أمرا سبحانه وتعالى، يقول كيف وجدتم عبادي؟ فتقول الملائكة يذكرونك، يحمدونك ويمجدونك، فيقول الله وهل رأوني؟ فتقول الملائكة لا يا ربي ما رأوك، فيقول الله سبحانه وتعالى وكيف لو رأوني؟ فتقول الملائكة لكانوا أشد لك ذكرا وتمجيدا وتحميدا. فيقول الحق سبحانه وتعالى ماذا يسألون؟ فتقول الملائكة يسألونك الجنة. بالله عليكم إيش اللي جمعنا؟ والله ما نريد إلا نوال الله، لا نريد إلا عطيات الله، لا نريد إلا ما يريده الله لنا، لا نريد إلا الفردوس الأعلى من الجنة. أرهقتنا الذنوب، أرهقتنا فتن الدنيا، نريد ما عند الله، ليس بيننا وبين أحد مصلحة، والله ما نريد إلا الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، قولوا آمين. فتقول الملائكة يسألونك الجنة، فيقول الله سبحانه وتعالى وهل رأوها؟ فتقول الملائكة لا يا ربي ما رأوها. فيقول الله سبحانه وتعالى وكيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة لكانوا أشد لها طلبا. فيقول الحق سبحانه وتعالى ومما يستعيذون؟ فتقول الملائكة يستعيذونك من نارك، اللهم أجرنا من النار. فيقول الحق سبحانه وتعالى وهل رأوها؟ فتقول الملائكة لا يا ربي ما رأوها. فيقول الله سبحانه وتعالى وكيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة لكانوا أشد منها استعاذة وهربا. فيقول الحق سبحانه وتعالى أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم.